طبعا استمرارا للمساعدات التي تقدمها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للمنكوبين من جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة. نحن الآن في معبر التايهة، وهذه هي القافلة الثانية من المساعدات التي تقدمها الإدارة الذاتية. هذه القافلة ستتوجه إلى مدينة حلب في حال تم الرد علينا لإدخالها إلى المنطقة. بالطبع القافلة تتألف من 50 ناقلة محروقات تحمل مادة المازوت، ستدخل إلى مدينة حلب وريفها. تواصلنا مستمر مع الجهات الرسمية داخل حلب والمنطقة بشكل عام، أي مع حكومة دمشق، لكي يتم إدخال هذه المساعدات في أقرب وقت أو أقرب فرصة ممكنة. الآن نحن بانتظار الرد، نحن جاهزين لتسليم هذه المساعدات، ولكن إلى الآن لم يأتنا أي رد. سننتظر لحين قدوم الرد. طبعا جدير بالذكر بأنه منذ 48 ساعة أيضا في معبر أم جلود أيضا تنتظر قافلتنا الثانية المؤلفة من 30 ناقلة محروقات تحمل مادة المازوت، وأيضا مساعدات أخرى موجودة على المعبر، وإلى الآن لم يأتي أي جهة رسمية لاستلام هذه المساعدات.